لو انت في تالتة اعدادي فالفيديو ده ليك، ركز معايا. هنتكلم فيه عن حالة اف عندكم في المنهج اللي هي ليها حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. تعالوا نبص فيهم مع بعض. اف الحالة الأولى بتتكون من اف زائد subject اللي هو الفاعل زائد present simple اللي هو المضارع البسيط. احنا عارفين ان المضارع البسيط بياخد مع الضمائر الجمع المصدر، ومع الضمائر المفردة اللي هو هي وشي وات بياخد اللي فيها اس. الناحية التانية بتكون الفاعل زائد will او كان زائد المصدر. تعال نشوف الجملة دي. if you study hard، لو انت ذاكرت بجد، you will pass، انت هتنجح. طيب تعال نشوف الحالة التانية، الجملة التانية من الحالة الأولى. if she eats، وهنا لاحظ ان انا حطيت ل eat اس بتاعة الفاعل اللي هو she الفاعل المفرد. if she eats too much، لو هي كلت كتير، she will get fat، هي هتتخن. تعال نشوف بقى الحالة التانية. الحالة التانية بتتكون من if زائد subject زائد past simple الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني بإضافة دي أو ed أو ied. الناحية التانية بتكون الفاعل زائد would زائد المصدر. تعال نشوف الجملة دي. if you studied hard، لو انت كنت ذاكرت بجد، you would pass، كنت نجحت.